آخر حاجة وصلنا لها وهي إن جو عرف إن ميري حبه الأول بقاله حبة كده، وكمان خطيب ميري كلمها وقال لها إن هو رجع من السفر. فساعتها ميري اتخضت قوي وقفلت في وشه بسرعة، فقال عادي، عايزة تبين إن هي عندها كبرياء شوية، يعني هسيبها تعملها مرة واحدة. ساعتها ميري أصلا بتكون خايفة لا يكون عارف بموضوع الشقة. بعدها جو بيتصل عليها وبيقولها إن هو لقى المحفظة خلاص، فبتشكره وبتقوله إن هي تبقى تاخدها منه بكرة. وبعدها بنيجي لجو اللي بيروح مع جدته، ساعتها بتسأله عن أخباره في الشغل إيه وكده، فقال لها إنه الفترة الأخيرة أصلا حياته بقت عبارة عن شغل بس، وإن هو ملتزم. وساعتها كمان بتسأله إذا كان بيفكر في الجواز ولا حاجة، فقال لها إن هو إن شاء الله لو هيتجوز هيبقى يقول لها. وبتقوله علشان جدك ما يزعلش مننا لازم تلاقي عروسة قريب كده وتكون جميلة. بنيجي لتاني يوم وميري خلاص نازلة شغلها، وطبعا علشان هي فقر بتلاقي بيك من شركة بيوتي وهو نازل لشغله، فبتخبي نفسها بالشنطة وبتحاول إن هو ما يشوفهاش يعني. بس في الآخر علشان هي طبعا عبيطة جدا فبيشوفها عادي، وبيسألها أمال جوزك فين، أنا مشوفتش عربيته. فبتقوله إن هو اشتغل امبارح شوية لوقت طويل فعلشان كده يعني ما جاش. ساعتها بيعرض عليها إن هو يوصلها، بس هي بتتوتر كده وبتقوله لا أنا بحب أروح مشي. فبيقول لها تمام، وبيخلينا في مرة نفطر مع بعض كده في الكافيه اللي موجود في المكان اللي هم ساكنين فيه يعني. فبتقوله أكيد أكيد. بنيجي بعد كده البيك واللي بيطلع راح للشركة بتاعة جو وشكله كده هيتعاقد معاهم، فطبعا دي تبقى مصيبة لأن ميري وجو طبعا شغالين في المكان ده. وساعتها بيقعد مع جدة جو عمه ويقعدوا يتكلموا شوية، وبيقولوا له إن جو هو اللي هيكون شغال معاه يعني علشان التسويق للأغلفة. وفعلا جو بيجي بس ما بيكونش عارف إن ده بيك اللي من شركة بيوتي، وقبل ما بيخش بيسأل السكرتيرة مين بالظبط اللي جاي من شركة بيوتي. فساعتها بيتصدم قوي وبيقول لها استني ثانية أنا هروح الحمام لحسن بطني مغاصت فجأة. وفعلا بيروح الحمام، ولما بيتصلوا عليه بيقول لهم يخلوا سو يروح هو يقابله. بس على حظه وهو خارج من الحمام عمه وبيك بيكونوا ماشيين، فساعتها بيسلم عليه وبيعمل كأنه مش عارفه عادي، وبيعرفه بنفسه ان هو اسمه جو. فساعتها بيك بيستغرب شوية بس بيعرفه بنفسه عادي يعني كأنه ما يعرفوش هو كمان. بعد كده بيركبوا الاسانسير علشان يروحوا هما الاتنين، وساعتها جو بيقول لبيك ان هو عمل كده علشان ما يحسسوش يعني ان هو مش مرتاح. فبيك بيقول له طبعا لازم نفصل الشغل عن حياتنا الشخصية، وكمان بيقول له شكلك غريب قوي، ده مش منظر حد يعني كان سهران يشتغل طول الليل امبارح. جو مش بيفهم قوي قصده ايه. وبعد كده الاسانسير بيفتح وميري بتتخض لما بتشوف بيك، فبتقول على طول لجو ازيك يا حبيبي عامل ايه، انا جيت لك اهو علشان اخد منك المحفظه. طبعا علشان بيك ما يعرفش ان هي كمان يعني بتيجي تشتغل هنا، وبيقولوا له ان هي جايه تاخد المحفظه يعني. وبيكون جو هيقع في الكلام ان هو كان موجود في البيت النهارده وبتاع، بس ميري بتلحقه بسرعه. بعد كده بقى جو ميري بيروحوا يتكلموا مع بعض، وبيقول لها انت تكلميني 4 مرات في اليوم، ساعه الفطار والغدا والعشاء وقبل ما تنامي كمان، علشان اعرف كل اخبارك وكده، علشان لو حصل موقف سخيف زي ده. فميري بتقول له انت محسسني ليه ان احنا متجوزين بجد يعني. فبيتوتر شويه وبيقول لها لا علشان الراجل ما يقفشناش يعني، وان احنا لازم نشتغل الشغل المظبوط. وبعد ما بتمشي بيضحك كده ضحكه بسيطه. بنيجي بعد كده الكيم اللي بيكون راجع من السفر وبيكون ندمان لانه هو لما قعد مع جيني وصرحها ان هي بتخونه، قالت له ان هي مخطوبه اصلا، وان اللي بتخونه ده معاه هيتجوزوا قريب اصلا ومخططين لخطوبتهم وفرحهم من زمان. فبيقول لها انت معرفتيليش ليه وكده، فبتكون بكحة قوي وبتقول له عادي يا حبيبي هيكون مسافر كتير وساعتها هقدر اقعد معاك. فطبعا مش بيستحملها على نفسه وبيسيبها يعني، بس هي اصلا ما بيكونش فارق لها، وساعتها بيكون ندمان ان هو ساب ميري. بنيجي بعد كده لميري واللي بتقابل صاحبتها اللي من الجيش ديت، وساعتها الست صاحبة المطعم بتجيلهم وبتقول لهم ان بسبب الزحمة هتقعد حد معاهم، فساعتها بيوافقوا عادي. وبيطلع الشخص اللي هيقعد معاهم ده هو جو بنفسه، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض، وصاحبتها بتكون منبهرة بيه الصراحة يعني، وعمالة تتكلم معاه كتير، وكمان بتقوله عن حب ميري الأول وإن هي اديته لعبة وكل الكلام ده. ما يعرفوش إن جو هو بنفسه أصلا هو حب ميري الأول. وساعتها هو بيفرح شوية لما بتتكلم عنه، لأن هي كمان بتقول إن هو كان وسيم جدا ونوعها المفضل، وإن هي لو شافته هتعرفه على طول لأنه أكيد لما يكبر هيكون برضه وسيم. فبيكون مبسوط قوي، ولما بيمشي بيفضل يفكر في الموضوع ده كتير، وشكله خلاص وقع لميري على آخر. بنيجي بعد كده للراجل اللي من شركة بيوتي اللي بيستعبط في المستشفى، وساعتها الدكتورة جين بتكون متعصبة منه جدا لأنه بيكون عاوز يقعد في المستشفى لمدة شهر ولا حاجة، وهو أصلا بقاله أسبوع
جوع ومطلع عينهم، وكمان هو اصلا مش مريض، وبتلاقي ان هو مش بياكل اكل صحي وعمال يشرب كمان في المستشفى وبيعمل حاجات ما ينفعش يعملها، فبتكون متعصبة قوي. وحتى لما بيك لسه جاي يتكلم معاها مش بترضى وبتسيبه وبتمشي. ولما بتطلع بره بتكون بتحاول تهدي نفسها لان النهارده هو اليوم اللي هتقابل فيه جو، وفي دكتور بيكون لسه هيطلب منها ان هو يبدل معاها، بتقوله انها مش هتقدر لان النهارده عندها اهم موعد في حياتها. وبتتظبط بقى وبتروح تقابل جو اللي بيكون مستنيها في مطعم كده شكله شيك قوي، وكمان باين يعني كانهم طالعين في ديت مع بعض. ولما بتروح له متزوقه بيسالها اذا كانت خارجه في ديت قبله ولا حاجه، فبتقول له لا لا ده انا متزوقه علشان المكان ده. وبيتكلموا مع بعض وكده عن الجوازات وعن حاجات كتير جدا، وكل واحد بيفضح التاني عن الاكسات بتوعه، وان البنات بقى معادوش طايقينه علشان كده جدته معادتش بتوديه اي ديت، وبتكون لسه جايه تعترف له بحبها. فالراجل اللي في المطعم بيكون خلص غنى، فجو مش بياخد باله بيفضل يسقف، وبيكون واضح كده ان هو يعني مش مهتم اصلا حتى المكان اللي هم خارجين فيه دوت جدته اللي حاجزاه، وده بيحبط جين شويه الصراحه. بعد كده بيسالها اذا كانت راسه من ورا شكلها جميل، فبتساله ليه، فبيقول لها ان في حد قال له كده يعني، والحد ده بيكون بنت، فبتقول له علشان كده يعني باين على وشك انك مبسوط كانك قابلت حبك الاول ولا حاجه. فبيقول لها هو انت عارفه ولا ايه، عرفتي ازاي يا بنتي؟ فساعتها جين بتتصدم قوي لانه فعلا كده قابل حبه الاول، وبيقعد يحكي لها عنها، وبيقول لها كمان ان حبه الاول هي ميري، فبتتصدم اكتر ان حبه الاول هي ميري، وبتحس كده ان مفيش امل ان جو يحبها. وساعتها بتساله طب انت مدورتش عليها ليه؟ فقال لها اكيد يعني دورت عليها، بس انا كنت خايفه اوريها نفسي لان هي تحس باستياء مثلا من ناحيتي او اي حاجه، وخصوصا ان والدها توفى بعد الموضوع ده. فبيسالها اذا كان يقول لها ولا لا، فساعتها جين بتقول له لا اوعى تقول لها ان انت حبها الاول وكده علشان ممكن تكون متضايقه منك وتفتكر ان انت السبب في موت باباها. ففعلا بيسمع كلامها وبيشوف ان كلامها منطقي. بنيجي بعد كده الراجل اللي من شركه بيوتي واللي كالعاده بيفضل يهين في بيك، وتحسه ان هو بيتعمد يعمل كده علشان يضايقه، وبيديله فلوس كده وبيضربه على وشه. فساعتها بيك بيكون خارج من عنده وهو متعصب قوي. في نفس الوقت ده جين برضو بتكون محبطة قوي بسبب الديت بتاع النهاردة، ولانها اتأكدت كده ان جو عمره ما يحبها، وبتبدأ تعزف على البيانو زي ما كانت صغيرة ودايما كانت بتعزف مع جو على البيانو. وساعتها بيك بيشوفها من بعيد وهي بتعزف، انا قلتلكوا الاتنين دول هيكون في بينهم حاجة. بنيجي بقى اليوم ذكرى وفاة ام وابو جو، واللي هو برضو يوم عيد ميلاده، وعمة جو الزفتة بتبدأ تتكلم عليه وحش بره مع ابنها سو، وبتقول ان هو السبب اصلا في وفاة اهله. بس ساعتها جو بيكون واقف وسمع كل الكلام ده، وفي العربية بقى جو بيفتكر ساعة وفاة اهله وهو في الجنازة عمال يعيط على باباه، وبيقول ان هو السبب في موت باباه، وحكى لجدته وهو بيقول كده ليه، لان ساعتها كان نفسه باباه يجيب له لعبة، فلما لف علشان يتكلم معاه عملوا الحادثة، فهو مشايل نفسه الذنب ده وكمان عيلته مش شايلينه الذنب. بنعرف كده كمان ان شكل اهل جو اتقتلوا بخطة من عمه الزفت دوت، شكله عمال يمشي يخلص على الناس كلها في المسلسل. بنيجي لجو بقى اللي بيكون حاسس بضغط كبير بسبب كل اللي حصل النهارده، ولما بيجي يقعد على السرير شويه وبيكون اصلا مش قادر بيلاقي ان ميري بعتاله وبتهنيه ان النهارده عيد ميلاده يعني، وبتقوله كل سنه وانت طيب، وبتقوله ان هي عازماه على اكل كمان وهتطبخ له بنفسها. فساعتها بيحس ان هو هدى شويه وبيقول لها ان هو جاي في الطريق، وفعلا بتكلم مامتها وبتبدا تطبخ علشان تعمل له اكل حلو يعني في يوم عيد ميلاده، وبتعمل له بقى المحمر والمشمر، وبتكون مامتها شاكه اصلا ان في حد جاي لها لان اكيد مش هتعمل كل الاكل ده لوحدها يعني. وفعلا جو بيجي وبيقعدوا علشان ياكلوا، وبيكون مستغرب قوي من كل الاكل اللي هي عاملاه ده، ولما بيدوق الشوربه بيلاقيها مالحه شويه، وبيطلع انها ما كانش ينفع تضيف توابل ومامتها قالت لها بعد ما حطتها يعني. بيعدوا الموضوع ده وبتقول له دوق حاجه تانية، بس ساعتها بيسالها هي بتعمل معاه كده ليه، لان حتى اهله اصلا مش بيعملوا معاه كده، وبيقول لها ان اهله ماتوا في يوم عيد ميلاده فعلشان كده هو مش بيحب يحتفل بيه. فبتغير الموضوع كده وبتخليه يعني يضحك، وبيكون في كمان اكل على بقها، والحركه اللي في كل المسلسلات طبعا بيشلها الاكل يعني وبتتكسف وكده، بس بعدها بتاخد بالها ان في قوس قزح في السما. فساعتها بيقوموا هما الاتنين علشان يبصوا عليه، وبتقوله ان هو يتمنى امنيه، قال ايه امنيتهم هتتحقق. فبتتمنى امنيه ان هي تبقى كويسه ومعاها فلوس ومامتها ما تعياش وتعيش حياه حلوه. ولما بتيجي تساله بقى ايه هي امنيتك مش بيرضى يقول لها، وساعتها بتفضل تجري وراه كده لانه مش راضي يقول لها ايه هي امنيته. وفي نفس الوقت ده خطيب ميري القديم بيكون جه المكان بتاع بيتها ومش عارفه ايه اللي
جابوا هنا. وطبعا حركات المسلسلات ميري بتتكعبل وبتقع في حضن جو، وساعتها بقى بيكون خطيبها تحت القديم وبيشوفهم، وجو بيقرب لميري كده، وبتخلص الحلقة على كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله بكرة هنزل لكم الحلقة 6.